السلام عليكم، مرحبا بقناتنا. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل عن المنتخب الوطني الجزائري. موضوع هذا الفيديو: محرز يقترب من إقناع ريان شرقي بحمل قميص الخضر. نجح رياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري في الاتصال بريان شرقي موهبة نادي ليون الفرنسي قصد إقناعه بحمل قميص محاربي الصحراء، وفقا لما كشفت عنه مصادر مطلعة. ويعتبر شرقي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، ويتواجد محل متابعة من قبل عدد كبير من الأندية التي تنشط ضمن الدوريات الخمس الكبرى. ويتواجد اللاعب صاحب ال20 عام على رادار المنتخب الجزائري الساعي لتقوية صفوفه بعناصر جديدة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 وأيضا نهائيات كأس أفريقيا 2023 بساحل العاج. وكشف موقع فينيك فوتبول عن حصول محادثة هاتفية بين رياض محرز نجم الأهلي السعودي الحالي وريان شرقي موهبة ليون الفرنسي، محورها إمكانية تمثيل الأخير للخضر مستقبلا. ووفقا لذات المصدر، فإن ريان شرقي قد منح موافقته المبدئية لحمل قميص المنتخب الجزائري من دون أن يحدد تاريخا محددا لالتحاقه به. وتأتي هذه المبادرة من رياض محرز في إطار الجهود التي تبذلها عدة أطراف من أجل إقناع بعض اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة بتغيير جنسيتهم الرياضية بهدف حمل قميص المنتخب الجزائري. فهل ينجح رياض محرز في إقناع ريان شرقي بحمل قميص الخضر وخطفه من فرنسا؟ شكرا لكم على متابعتنا، إلى اللقاء.